فوز كبير للنادي الاهلي على حرس الحدود، صعد الاهلي وقربه من بطولة الدوري الممتاز، وسقط الحدود ونزله للدرجة الاولى. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بحضراتكم. لسه مستمرين مع حضراتكم مع مشوار النادي الأهلي في حصد البطولات الإفريقية والمحلية. رجع النادي الأهلي بعد ما حصد لقب دوري أبطال إفريقيا وتأهل لكأس العالم للأندية وكمان كأس السوبر الإفريقي والسوبر ليج الإفريقي، البطولة اللي هتقام لأول مرة زي ما قلنا لحضراتكم في فيديوهات سابقة، ولعب أول مباراة محلية ليه بعد الفوز باللقب الأفريقي، وفاز على نادي حرس الحدود بنتيجة 3-0 في مباراة كانت متوسطة المستوى. في الشوط الأول انتهت بفوز النادي الأهلي 1-0، وأضاف النادي الأهلي هدفين في الشوط الثاني عشان تنتهي المباراة بفوز الأهلي ب3 أهداف مقابل لا شيء، النتيجة اللي اقترب بها النادي الأهلي جدا من حسم لقب الدوري العام المصري 2023، أو يكاد يكون حصده إكلينيكيا، والنتيجة كمان اللي هبطت نادي حرس الحدود رسميا لدوري الدرجة الأولى. المباراة اللي زي ما قلت لحضراتكم انتهت ب3 أهداف سجلهم محمود بن والي لاعب حرس الحدود في مرماه، وأضاف أحمد عبد القادر ومحمود طاهر سطلانة الهدف الثالث للنادي الأهلي. مباراة قوية للنادي الأهلي رفع بها رصيده ل 65 نقطة في صدارة الدوري الممتاز، ومتبقي ليه 9 مباريات كاملة. أما أقرب منافسي نادي الأهلي على لقب الدوري الممتاز فهو نادي بيراميدز، واللي لعب 30 مباراة وعنده 64 نقطة، بمعنى ان الاهلي لو فاز في 4 لقاءات فقط من ال9 مباريات المتبقية هيحسم لقب الدوري الممتاز رسميا. عشان كده بنقول الاهلي تقريبا حسم اللقب اكلينيكيا. مبروك للنادي الاهلي. وبالنسبة لمحبي ومتابعي النادي الاهلي، عندنا مباراة ان شاء الله يوم الاحد 25/6 امام منتخب السويس في كاس مصر، وبطولة جديدة النادي الاهلي بيسعى لتحقيقها. وكمان عندنا مباراة في الدوري الممتاز ان شاء الله في 3 أيام عيد الأضحى المبارك. أعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وهتكون يوم الخميس 29/6 الساعة 9:30 مساء، بالتوفيق لكل محبي النادي الأهلي.